بسم الله. السلام عليكم. كنشكر بزاف أستاذة وفاء جباير رئيسة الهيئة الوطنية للمبدعين المغاربة، وأنا سعيدة جدا لأني حاضرة ومشاركة في هذا الحفل بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. سمعنا واحد الأغنية، هي نقولوا أغنية تأبينية للمرحوم الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم جميع الأمة الإسلامية يا ربي. الأغنية جات على الفكرة كانت فكرة ديال أستاذ محمد صاري صديق الأب ديالي، وكنشكره من هذا الحفل. وصراحة كانت صعيبة شوية ولكن حاولت نأديها. كلمات وألحان محمد صاري، توزيع سيمو بيسات. جديد عندي أغنية أخرى جديدة من كلمات وألحان الفنان الكبير عادل الميلودي، وإن شاء الله كنفكر في واحد الجديد اللي غيكون ميكس. ندخل فيه سباليونية، مغربية، هاوسة إفريقية، غيكون ستيل إفريقي بإيقاعات جميلة. الله يوفقكم يا ربي آمين، يا ربي آمين. بارك الله فيك. شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم لموقعكم المقر. استغل هذه الفرصة أولا لأقدم شكري وامتناني للأستاذة وفاء جباير رئيسة فرع سيدي البرنوسي للهيئة الوطنية للمبدعين المغاربة، طبعا فرع سيدي البرنوسي بالدار البيضاء. وجودي هنا طبعا بدعوة من الهيئة التي تنظم هذا النشاط للمساهمة فيه وللحضور يعني كباقي عباد الله فيه. وهذه الأنشطة هي أنشطة ثقافية مميزة جدا، ومع الأسف هي قليلة جدا رغم أهميتها، هي قليلة جدا. الكثير من الناس الشباب بالخصوص متعطشين جدا إلى الفعل الثقافي وإلى حركة ثقافية مميزة، والشباب أيضا في حاجة إلى توجيه وفي حاجة إلى تأطير. لكن مع الأسف الشديد أنا أعتقد أن المثقفون تخلوا عن دورهم الريادي في المجتمع، لأن الأغلب ديال المثقفون مع الأسف الشديد يعيشون في أبراجهم العالية ولا يحبون أن ينزلون إلى الجمهور، بدليل أن الأنشطة الجمعوية مثل هذه أغلب الكتاب الكبار لا يحضرونها لأنهم يرونها بسيطة. بالعكس، الأنشطة هذه تكبر وتنمو بوجود هؤلاء الكتاب المعروفين، ولا يمكن أن نبقى دائما نقول للصغير صغيرا وللكبير كبيرا. يجب على هذه الفلسفة يجب أن تزول. بخصوص الأنشطة ديال دار الوطن كما قلت لي بالأول، حنا دار نشر الوحيدة ربما التي تتبنى أنشطة ثقافية وفكرية، مش غير حفلات توقيع كتب فقط، بل إقامة أنشطة ثقافية وازنة. وقبل أيام كان عندنا نشاط كبير في مسرح محمد الخامس، ولكن مع الأسف الشديد لا أعلم واش وصلتكم الأصداء أم لا، تم غلق مسرح محمد الخامس في وجوهنا بالرغم من أننا نتوفر على موافقة مكتوبة من السيد مدير المسرح، وكانوا ضيوف من العراق، كان فيه شاعر عراقي واللي كنا نحتفي به، وكان فيه ضيوف من تونس ومن اليمن ومن فلسطين والسعودية وغيرها، بالإضافة لأكثر من 500 شخص من مختلف المدن المغربية اللي كانوا ضمنهم طبعا الإخوان المنظمين الآن حضروا معنا في ذيك المأساة وشافوها. ورغم ذلك قررنا نقل في آخر الساعة النشاط إلى مكان آخر وتم النشاط والحمد لله. هناك تضييق على الثقافة ليس من طرف الدولة ولكن من طرف جهات داخل الدولة تسعى
الى تشويه صوره المغرب اللي يعتبر في العالم العربي رائدا في مجال الحريات العامة وحرية الفكر والإبداع والثقافة إلى آخره. المغرب يعتبر نموذجا. العرب إخواننا العرب كلهم في مصر، في لبنان، في السعودية، في كل في تونس قريبا، في كل البلدان العربية يحسدون المغاربة على الحرية التي ينعمون بها، سواء في المجال الفكري والإبداعي وحتى السياسي. ولكن بعض الأشخاص داخل الدولة مع الأسف يسعون إلى تقويض هذا العمل وهذا المجهود الكبير اللي قامت به الدولة طبعا من منتصف التسعينيات لهنا. وأتمنى أن يحاسب المسؤولون كل واحد على قدر الخطأ ديالو. شكرا. أستاذي، هاد الحفلات الثقافية اللي ولات كتنظم تقريبا شفنا بزاف ديال الحفلات، واش هي ظاهرة صحية ولا كاين شي؟ طبعا هي أنا قلت بالأول، هو هذا أنا أجبت عن السؤال بشكل غير مباشر في بداية كلامي. هذه ظاهرة صحية جدا، وقلت لماذا مثلا الكتاب الكبار لا يحضرون مثل هذه الأنشطة؟ هل يعتبرون مثلا الجمعيات مثل هذه جمعيات صغيرة؟ رغم أن الكثير من الدعوات توجه لهم الدعوات ومع ذلك لا يحضرون، لأنهم يرون أنفسهم فوق هذا المستوى. أنا أفرح لما أرى الشباب يعني صغار السن تحديدا من العشرينيات يعني حينما يرون نشاط ينظم أو أي شيء يحرصون على متابعته من الألف إلى الياء. يعني فيه حب للثقافة، فيه حب للمعرفة، فيه تعطش للثقافة بشكل عام من طرف الشباب ومن الجنسين طبعا. لكن مع الأسف الشديد هناك جهات تريد لشبابنا وشاباتنا أن يمارسوا الانحراف والرذيلة بالشارع والمقاهي والحانات إلى آخره، بينما مكانهم الصحيح هو هذه الأماكن الثقافية. أنا الدكتور خضر أحمد، طبيب تونسي مقيم هنا في المغرب. نهني المغرب بهذه المناسبة السعيدة، نهني المغاربة كاملين كبير وصغير وحتى اللي يدوي على حصير، ونهنيهم بوجود ملك بحال الملك محمد السادس اللي معروف بالحكمة ديالو، معروف بالاستقامة ديالته، والمغرب بفضله راه تقدم بزاف. وشكرا.